يا رسول الله قلبي يحبك. وهو الذي قال لنا كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. من الناس يأبى دخول الجنة؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أجابني دخل الجنة ومن عصى، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، من عصاني فقد أبى. هؤلاء الذين أبوا دخول الجنة، كل من عصوا الرسول. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. كيف تسوى بهم الأرض؟ يمسخون، ما عاد يقع لهم أثر أبدا، يكونوا كما الأرض سواء. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يودون أنهم مسخوا وصاروا كما الأرض مع الأرض سواء ولا عاد لهم أثر على ظهر الأرض. لو تسوى بهم الأرض. هؤلاء من؟ الذين كفروا وعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف، كل من كان من الكفار والعصاة يموت على الكفر والمعصية حالته في الآخرة هكذا. فاحذر أن تغبطه لأنك شفت معه سيارة ولا طائرة وإلا عنده رصيد في البنك وإلا معه قصر. لا تغبطه على هذا. إذا نهايته يودون لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بل ويقول الكافر يا ليتني كنت، لما يرى أن الحيوانات صارت تراب هو يتمنى ولو حالة بقرة أو حالة حمار أو حالة كلب ما عاد يحصلها. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولكن وراءه جهنم والعياذ بالله، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. لا يغني عنهم ما كسبوا، لا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولهم عذاب مهين. يهانون في كل الهون. فهؤلاء معرضين للهون أكثرهم. احذر يفسد عليك قلبك بتعظيم كافر أو فاجر. ولهذا كانوا يحذرون ويسألون ربهم، يقول لا ترنا في وجه مؤمن ذلة ولا في وجه كافر عزة.